ختم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله تعالى بالرسالة وهو عمره 40 سنة، واختاره لتأدية الرسالة والدعوة للإسلام في مكة المكرمة، وأنزل عليه القرآن الكريم. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صورة وأتمهم خلقة وأجملهم هيئة، لم يرى قبله ولم يرى بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وكان رجل مربوع، يعني لا طويل ولا قصير ولا سمين ولا رفيع، بعيد ما بين المنكبين، وكان شعره فيه تسني بسيط، مش ناعم جدا ولا جاعد جدا. وكان صلى الله عليه وسلم شافي، يعني ممتلئ الأصابع، وكان ضخم الرأس بما يتناسب مع جسده الشريف، وكان ضخم الكراديس، والكراديس اللي هي المفاصل، وكان عنده شعر في صدره بيبدأ من أول الصدر لحد السرة، وكان إذا مشى أسرع صلى الله عليه وسلم. وجهه كان أزهر اللون، يعني أبيض مستنير، وكان قوي البنية، ما عندوش دهون في جسمه. وجهه الشريف كان في هيئة مستطيل، وكانت لحيته سوية، وشعره كان طويل بيوصل لحد منكبيه، وكان ساعات بيحلقه خاصة وقت الحج والعمر. وحاجبي النبي كانوا على شكل هلال ومفيش شعر بينهم، ورموشه كانت طويلة، وعينه واسعة، وإيده كانت ضخمة، وفمه كان كبير. إذا اتكلم أخرج الحروف واضحة وفصيحة، ما كانش غليظ الطبع ولا فاحش في القول ولا العمل ولا صاخب بيرفع صوته، وما كانش بيرد السيئة بالسيئة، ولكن بيعفو ويصفح. كان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وكان يعظم النعم ويحلب شاته ويخدم نفسه. جسمه كان ضخم مفخم، من رآه هابه ومن خالطه أحبه. ما كانش بيمشي مع حد من الناس إلا لو كان أطول منه، وما كانش بيجلس في أي مجلس إلا لو كتفه أعلى من كل الناس. وكان أنور المتجرد، يعني الجزء اللي ظهر من جسمه الشريف كان بيشع نور. وكان شديد سواد الشعر، طويل الزندين، يعني طويل الذراع، سائل الأطراف، يعني صوابعه طويلة صلى الله عليه وسلم. وكان أبيض الإبطين، وده من علامات النبوة. ومن علامات النبوة برضو خاتم النبوة، ودي غدة حمراء شبه بيضة الحمامة أو الهلال كده. كان جبينه واسع، وكان شديد سواد العين، وفيه عروق حمراء رقيقة خارجة منها. إذا نظر ليه أي شخص قال إنه أكحل العينين، بس هو مش أكحل، أنفه مستقيم وطويل في الوسط. وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، يعني كثير منابت الشعر، وكانت عنفقته بارزة وحواليها بياض زي اللؤلؤ. والعنفقة هي الشعر اللي بيظهر بين الشفة السفلية والدقن، اللي هي دي يعني. واسمه محمد اشتق من صفة الحمد. وعاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 63 سنة، ومات في المدينة المنورة.